السلام عليكم. اتأخرت عليكم كتير في الفلوج دوت بس الحمد لله هنبدأ تاني ونرجع، وإن شاء الله هنعمل مجموعة فيديوهات أو فلوجات. يعني هتاخد طبع شوية إنها هتبقى فيديوهات، يعني واخدة طبع إنها معلوماتية شوية، إنها هنحاول ندي معلومات أكتر عن روسيا وعن الحياة عامة هنا، والحياة عن الشغل عن العمل عن الدراسة، لأن ناس كتير بتسألني. وانا صراحة نوعية الفيديوهات دي ما كنتش بحب اعملها، انما يعني هبدأ اعملها عشان ناس كتير طلبتها، واعتقد هتبقى فيها افادة كبيرة يعني للناس. الفلوج النهاردة هيبقى شوية يعني زي ما تقول كده محاولة ان احنا نتأمل الظروف اللي مصر موجودة فيها مع الظروف اللي موجود فيها روسيا، وهل ده هيأثر، يعني ده هيأثر ازاي على ان الاتنين، العلاقة ما بين البلدين وبين الشعبين في الفترة اللي احنا فيها دي. حد يقول لك ان الكلام ده يعني ممكن يكون كبير شوية، انما ممكن احنا هنتكلم فيه من ناحية ان المصريين هنا بيزيدوا والطلاب المصريين هنا بيزيدوا والطلاب، فاحنا ده هنحاول ان احنا نغطيه، يعني ده هيفرق قد ايه مع الناس يعني. هو في شوية معطيات كده لو اتكلمنا فيها هنقدر نفهم يعني ايه علاقة مصر بروسيا، وايه علاقة شعب مصر بروسيا، واشمعنى دلوقتي. لو قلت لك مثلا ان في مصر يعني احنا عارفين ظروفنا، مثلا اذا كان الثانويه العامه عامله طبعا ازمه للطلبه في مصر، واللي ما بيعرفش يدخل الكليه اللي هو عايزها عشان المجموع، وحاجه زي دي بتلاقي لها حل ان انت تسافر عشان تدرس. وما تيجي تفكر في السفر عشان الدراسه، فبتلاقي ان روسيا من اول الدول اللي ممكن تسافر ليها عشان سعر الدراسه، وعشان سعر الدراسة، وعشان سهولة الفيزا وسهولة التقديم ليها يعني. بس دي نقطة من النقط، يعني دي أول حاجة ممكن نتكلم فيها الدراسة، إنها لو اتكلمنا في الدراسة، إذا كانت من ناحية مصر إن أنت التقديم في الجامعات ممكن يكون صعب، وإنك تحصل على التعليم اللي أنت عايزه بيكون فيه صعوبة، وحلها موجود إن أنت تسافر. ولو فكرنا في السفر هتبقى روسيا من أول الدول اللي ممكن تسافر لها عشان الفيزا سهلة، وعشان التكلفة مش كبيرة. لو اتكلمنا في نقطة تانية، الفترة بتاعت كأس العالم اللي فاتت كان بيعملوا دعاية كبيرة أوي روسيا في مصر وفي الدول العربية عامة. أنا مش عارف إنها كانت مقصودة ولا لأ، بس تحس إن المصريين دلوقتي عارفين حاجات كتير عن روسيا، عارفين عن الشعب الروسي شوية، فده تحس إن هو قرب المسافات. النقطة التانية اللي ممكن نتكلم فيها إن أنت الجواز في مصر صعب جدا. لو شاب لسه متخرج عشان يتجوز بياخد له كام سنة عشان يعرف يكون نفسه، فنقطة الجواز ديت معضلة عند أي شاب. فالسفر في حد ذاته ممكن يحل المشكلة ديت. انت شعب زي الشعب الروسي، ما الجواز يعتبر مش مكلف خالص، يعني ان انت ما فيش حاجة هنا اسمها مهر، يا دوب اذا كان في تفاهم يعني، فانت بتلاقي ان انت مفيش تكاليف اللي هي المسؤوليات العاديه بقى، ان انت لازم هتشتغل ولازم تصرف. انما المصاريف الاولانيه ديت انك لازم تشتري شقه، لازم تشتري عفش، الكلام ده مش موجود هنا يعني. فدي نقطه. النقطه التانية، طب دي عشان احنا عندنا في مصر كده، طب هم عندهم في روسيا ايه؟ يعني ايه دايما النقطه اللي بتقابل ده في روسيا؟ في روسيا عندهم هنا عدد الإناث يعني أكبر من عدد الذكور ب10 مليون. فدايما لما تيجي كده تصورها ازاي 10 مليون نقص في الذكور، فده بيعمل مشاكل اجتماعية كبيرة يعني.
مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية، فتحس ان حلها. ما عندنا في مصر مشكلة الجواز صعبة، وعندهم هنا نقص في الرجال، فتحس ان ايه مشكلة هنا قابلت الحل بتاعها من الناحية التانية، والعكس صحيح يعني. هنيجي نتكلم على الشعب الروسي نفسه. هل هو شعب صعب ان انت تتعامل معاه؟ الشعب الروسي مش صعب خالص تتعامل معاه. الشعب الروسي يعتبر متواضع شويه مقارنه بشعوب تانية. يعني انت ممكن لو جيت تقارن بشعوب تانية ممكن ما يبقى فيه صعوبه في التعامل، خصوصا ان احنا مختلفين شويه عن بعض، الثقافه مختلفه. فانت عشان تتعامل مع شعب جديد، الشعب الروسي متواضع شويه، بس هو في الاول ممكن يكون بيحس ان هو يعني بيحتاج الاول ان انت تبقى مطمن له، ان هو يطمن لك الاول، وبعد كده بتلاقيه بيتعامل معاك بكل سلاسه يعني. من النقطة التانية اللي ممكن برضو ناخد بالنا منها هي نقطة ان تحس ان دلوقتي ان الشباب المصري كله حابب ان هو يسافر، محدش حابب ان هو يقعد، شباب وغير شباب يعني. فبرضو ما تيجي تدور على اسهل الفيز واسهل الدول في الدخول بتلاقيها روسيا. ويعني في السنين الاخيرة دي بدأوا ان هم ما يعني يسهلوا شوية الاجراءات بالنسبة للمصريين وغير المصريين، بس هو في السنين اللي فاتت كان فيه شوية يعني تعقيد شوية في الإجراءات من ناحية تخليص الفيزا، من ناحية إن هم لازم يطمنوا أنت داخل تعمل إيه في البلد. دلوقتي في كده برضو، بس الدنيا قلت شوية عن الأول، مش يعني سهلوا الإجراءات شوية، مش عارف ليه، بس في دلوقتي تسهيل الإجراءات، وده ممكن بكرة يتغير، لأن روسيا كل يوم بتغير قراراتها على حسب الظروف اللي موجودة يعني. في نقطة تانية برضو، ان الروس عندهم فكرة شوية ايجابية عن مصر. يعني هم كانوا بيجوا مصر كتير في ايام ما كانت السياحة شغالة، فلما بتتذكر كلمة مصر يعني بالنسبة لهم مصر ديت بلد كانوا بيروحوها عشان يتفسحوا فيها وعشان يقضوا فيها وقت كويس. هم عندهم فكرة ايجابية عن المصريين وعن مصر عامة يعني. لما بتحط النقط دي كلها قدامك بتحاول تشوف المستقبل شوية هيبقى عامل ازاي، هتحس ان هيبقى في مثلا مصريين كتير متجوزين روس، هيبقى في اطفال كتير مثلا امهاتهم روسيات، ده هيأثر على الحالة الاجتماعية في مصر. برضو التربية هتبقى يعني محتاج ان احنا نتصورها تبقى عاملة ازاي، اذا كانت تربية الاطفال دي هتطلع شكلها عاملة ازاي. يعني بنفكر من الناحيات الايجابية، ومن ناحية في اكيد يبقى في نواحي سلبية كتير ونواحي ايجابية برضو. حتى يقول لك انت ليه بتصور وانت ماشي؟ الصراحه انا بحب شويه ان انا اصور وانا ماشي، بحس ان التصوير شويه بيبقى فيه روح، يعني ان انت الخلفيه بتاعتك بيبقى فيها شارع، بيبقى فيها بشر، فانت بتحس ان انت شويه الفيديو بيبقى فيه روح، او الفلوج بتاعك يعني. هو فيه سلبيه شويه ان انت لو بتتكلم في حاجه المفروض تركز، فالتركيز بيكون افضل وانت قاعد، انما دي تعوض دي. يعني فكره انك تخلي الفيديو فيه روح افضل، ان انا واحاول اركز في الكلام يكون افضل من ان انا اقعد على مكتب مثلا واقعد اتكلم. وحتى اللي بيتفرج بيحاول ياخد فكرة، بيفهم اكتر، يعني ما تكون انت في وسط المكان وفي وسط البشر بيقدر هو يعني يبني فكرة معينة، او بيبني خلفية معينة عن البلد، عن الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. في ناس كتير تستاهل ندعمها بلايك وشير، وناس مدفونة ومش ظاهرة يستاهلوا كل خير. اسمع يا ابني المعلومة وعرفها لغيرك وافهمها، حاول ترفع من ناس محتاجة فعلا منك تدعمها. لايكك محتاجه واحد بيقدم فكرة ومعلومة، مش عامل فيديو في عربية عامله مع واحدة بومة. والله طبعا مش معنى كل الكلام اللي انا قلته دوت ان كل حاجة ايجابية هنا، وان كله تمام، وان الناس بقى يلا نيجي وكل الناس تيجي بقى ومفيش اي حاجة سلبيات. لا، هو الفيديو بس النهارده هيكون عن يعني الملامح بس بسيطة كده، اللي هو يعني ايه الحاجات ان لو وضعناها في اعتبارنا، لو انت في مصر وعايش وعارف ظروف مصر وجيت روسيا وعارف ظروف روسيا، تقدر تقرا الحاجات ديت، ان انت
مستقبل الدنيا هتبقى عامله ازاي، من ناحيه ان انت لما تحط المعلومات دي على المعلومات ديت تقدر تتوقع اللي جاي يكون ايه. فمش معنى ابدا الفيديو دوت ان احنا بنقول كل حاجه ايجابيه، لا، في حاجات كتير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنعرضها. هنتكلم عن العمل، هنتكلم عن الدراسه، سلبيات الدراسه، سلبيات العمل، سلبيات المعيشه وايجابياتها. هنحاول نتكلم عن كل حاجه، يعني اللي هو اللي جاي يبقى فاهم الدنيا. يعني ان شاء الله هي سلسله كده هعملها، وهيبقى الكلام منطقي خالص، اللي هو ما احناش لا انا بعمل لك ان البحر طحينه، يعني ان الدنيا حلوه قوي وجميله، ولا انا بحط لك يعني عقبات زياده عن اللزوم، ولا بحط لك رؤيه يعني متشائمه. يعني لا، هيبقى في كلامنا هيبقى يعني ان شاء الله هنعرض الايجابيات والسلبيات مع بعض عشان اللي جاي يعرف يقرر صح. هنا مكان زي ساحه كده، الناس هنا في المدينه بيجوا يتجمعوا جنبها. في هنا زي نافوره، والناس يعني يوم الاجازه بيجوا ان هم اللي هو الاطفال يلعبوا، وعشان يعني ده دايما في ايام الاجازه بتلاقي هنا يعني دايما الناس اللي في المدينه هنا بيجوا في اليوم دوت يعني يقضوا وقت. بس كده يا عم، احنا دخلت اتصورت في وسطيهم. طبعا كل الناس بتبص عليك بقى اجنبي وجاي بيصور، يعني مبسوطين برضه انك يعني اجنبي وجاي تصور الحاجه الايجابيه اللي عندهم. فان شاء الله يكون اللي انا صورته النهارده يكون عجبكم، ولو في اي سلبيات في الفيديو عرفوني برضه، اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. ويعني عامه في التصوير، في الكلام، في المحتوى، لو عندكم اسئله برضو اكتبوها عشان ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه يعني هجاوب عليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في ناس كتير تستاهل ندعمها بلايك وشير، وناس مدفونة ومش ظاهرة يستاهلوا كل خير. اسمع يا ابني المعلومة وعرفها لغيرك وافهمها، حاول ترفع من ناس محتاجة فعلا منك تدعمها. لايكك محتاجه واحد بيقدم فكرة ومعلومة. خسران عامل فيديو في عربية عامله مع واحدة بومة، والله